يبقى انا دلوقتي النبات الطبيعي اللي موجود عندي في الصحاري المصريه اخذنا 3 نماذج. احنا اخذنا النموذج الاول، ده نموذج لوحده اللي هو بتاع وادي النيل او نهر النيل، عرفنا داخل المجرى ورد النيل. طب على الضفاف اشجار الكافور والجميز وايه كمان والتوت. وبعدين اتكلمنا عن شمال الدلتا فيها مناطق البراري. اما بالنسبه للمناطق الصحراويه عندي الصحراء شبه جزيره سيناء فيها نباتات ملحيه كل ما بقرب من ساحل البحر. طيب والمانجروف والشيح دول موجودين او منتشرين، وخصوصا الشيح بس لانها من النباتات الفقيره او البيئه نفسها فقيره. طب والصحراء الشرقيه بيوجد فيها نبات مميز جدا مش موجود في اي مكان تاني غير فيها، وده اللي اتسمت باسمه مدينه الغردقه، اسمه الغرقد والمانجروف اللي متكرر في شبه جزيره سيناء. انما البيئه في الصحراء الغربيه تعتبر نادره في النبات الطبيعي بسبب ندره المياه وفقر التربه. التربه عندها تربه رمليه فقيره ما فيهاش اي عناصر، وتربه فقيره وبتنتشر فيها ايه كمان؟ ندره المياه، باستثناء وحيد هو في الواحات. في الواحات. طيب الواحات بتزرع ايه؟ بتزرع التين والزيتون وبتزرع اشجار النخيل يا شباب. طيب فهمتوا يا اولاد الجزء ده؟ هناخد بقى دلوقتي جزء تاني من الدرس اسمه الأحياء البحرية والحيوانات والطيور البرية. يعني هتكلم هنا شوية يمكن عن الحيوان البري. خلاص يبقى أنا عرفت يعني إيه نبات طبيعي. طب الحيوان البري هو برضو بصفة عامة نادر. نادر يعني مش هنلاقي إن إحنا عندنا أنواع كتيرة ولا حاجة. طب هناخدها الأول في البيئة البحرية. هنبدأ بالبيئة البحرية، ولما هاجي اتكلم عن البيئة البحرية هتكلم عن البحر الأحمر لأنه غني بالأحياء البحرية. طب ليه؟ لأن البحر الأحمر يا أولاد بيتميز بصفاء مياهه، ميته صافية جدا، صفاء المياه بتاعته، والمياه عنده دافية، بيتميز كمان بدفء الايه؟ المياه. طب ايه الصفاء والدفء دول عملوا له ايه؟ جعلوا فيه حاجة مميزة اسمها الشعاب المرجانية اللي بتنتشر في البحر الايه؟ الأحمر. يبقى بتنتشر فيه الشعاب المرجانية بما تفسر بسبب دفء المياه وصفائها. طبعا هنا لو شايفين كده هتلاقوا فيه أنواع كتيرة من الأسماك والثدييات زي الحيتان والأحياء والكائنات الإيه؟ البحرية. وإحنا عارفين إن هنا بتنتشر رياضة الغوص. رياضة الغوص وده يعتبر عامل جذب سياحي البيئة البحرية هنا. طيب بعد كده البيئة أو الحيوانات البرية. الحيوانات البرية في مصر بصفة عامة احنا قلنا ايه؟ تعتبر نادرة، ولكن أهمها السلاحف البرية. عارفين السلاحف؟ والغزلان اللي موجودة في الصحاري، والذئاب والثعالب. يبقى بصوا دي كل تقريبا يا أولاد الايه؟ الحيوانات البرية. وفي الأرنب البري وفي البط البري، في حاجات يعني شوية كده ايه؟ هناخدها في الطيور البرية. تمام؟ يبقى الحيوانات البرية عندي زي السلاحف البرية والغزلان والذئاب والثعالب. أما بالنسبة للنوع الثالث من الأحياء البحرية هو الطيور البرية اللي هتكلم فيها شوية باستفاضة، يعني هنطول شوية في الكلام عنها. الطيور البرية عندي في مصر، مصر تعتبر مسار مهم جدا أو أحد المسارات الرئيسية للطيور المهاجرة. للطيور المهاجرة. تمام؟ لدرجة يا أولاد إن إحنا مصر بتعتبر محطة. طب ليه مش محطة؟ لأن يا أولاد مصر تعتبر في بداية المناخ يعني الدافي. في المناخ مناخها دافي. طيب الطيور بتهاجر من فين لفين في الشتاء؟ بتهاجر من الشمال متجهة إلى الجنوب. طب لما تهاجر من الشمال للجنوب لازم تمر بمصر. أدي هنا مصر. فبتنزل فين؟ بتنزل عندنا في منطقة الشمال أو الساحل الشمالي. الساحل الشمالي عندنا للبحيرات الشمالية. طب احنا عندنا كام بحيرة؟ 5. البردويل فين؟ في شمال شبه جزيرة سيناء، البردويل والمنزلة والبرولوس وإيدكو ومريوط. لدرجة ان احنا وجدوا ان احنا تقريبا في منطقة
السواحل الشمالي عندنا بيهاجر يا اولاد اكتر من مليون طائر، مليون نوع من الطيور، يعني مليون طائر مختلف. يعني حوالي تخيلوا مليون نوع مختلف من الطيور. بتكون مصر بالنسبه لهم محطه رئيسيه عند البحيرات الايه الشماليه. عشان كده المنظمات العالميه قالت واعتبرت ان المناطق دي هي مناطق محميات طبيعيه، لان بيجي لها كل سنه مليون نوع مختلف من الطيور. وجعلت ان الحكومه المصريه تشرف على هذه النوع، على هذه الايه المحميات. طب حد يجي يقول لي ليه يا مس اصلا هو الموضوع مهم؟ اقول لكم ايوه يا اولاد، ما هو انقراض اي نوع من انواع الطيور او الحيوانات بيؤثر وبيؤدي الى حدوث خلل في التوازن البيئي العالمي. يعني احنا كلنا عايشين في مركب واحده، تمام؟ طب اهم هذه اهم هذه الطيور النسور والحمام الجبلي. الحمام الجبلي ده يعتبر ايه من الحيوانات او الطيور، سوري، الطيور البريه، وكذلك النسور زي ما انتم شايفينها كده. طب في هنا سؤال هنختم بيه بقى. السؤال بيقول لنا ايه؟ النبات الطبيعي والحيوان البري ليه اهميه اقتصاديه في مصر. طب بنستخدمها في ايه؟ اول حاجه يا اولاد احنا بنعتمد على النبات الطبيعي في عمليه الرعي، وخصوصا في الساحل الشمالي وشمال سيناء. رعي ايه؟ رعي الاغنام والماعز والحيوانات. يبقى هو بالنسبه لنا يعتبر حشائش طبيعيه بتتغذى عليها الايه الحيوانات، يبقى دي قيمه اقتصاديه. ومش بس كده، لا ده في بعض الانواع اللي موجوده زي الشيح اللي احنا قلناه يا اولاد كنبات طبيعي، ده يعتبر بيستخدموه في الطب البديل. عارفين انتوا اللي هو طب الاعشاب. والحرجل والحلفه دي كلها نباتات طبيعيه بتنمو عندنا في الصحاري المصريه. طيب بيستخدموها بقى في علاج احيانا للمعده، في علاج لحاجات معينه كده، في انواع معينه من الامراض. طيب وايه كمان؟ بنعتبر كمان ان النبات الطبيعي عندنا في مصر مزار سياحي. المناطق اللي بتوجد فيها النباتات، المناطق اللي سواء نبات طبيعي او حيوان بري او طيور بريه بتعتبر مزارات سياحيه، فاحنا بنستخدمها كمان في الناحيه السياحيه وتبقى مزارات سياحيه. هقولهم تاني كده. يبقى اهميه النبات الطبيعي والحيوان البري، بعض النباتات بنستخدمها في الطب البديل فبتكون لها اهميه او قيمه اقتصاديه زي الشيح والحرجل والحلفه. النباتات الطبيعيه بنستخدمها كمراعي طبيعيه للاغنام والماعز والابل والابقار، وبالتالي بتكون لها قيمه اقتصاديه كبيره في عمليه الرعي، وخصوصا ده موجود فين؟ في ساحل شمال سيناء والساحل الشمالي. وبنستخدمها لانها بتعتبر مزارات سياحيه، يعني في ناس بتروح مخصوص تزور محميات معينه زي محميه راس محمد مثلا، محميه الغابات المتحجره او الغابه المتحجره. في محميات كتيره جدا عندنا في مصر. مش هلحق اشرحها النهارده، لو ما لحقتش اخليها الحصه اللي جايه. فتعتبر من مزارات سياحيه. طيب يعني ايه بقى محميه طبيعيه؟ احنا عمالين نقول محميات طبيعيه. المحميات دي يا اولاد هي مساحه من الارض، يا اما تكون من الارض، يا اما تكون من المياه الساحليه، يا اما تكون من المياه الداخليه. مساحه معينه وبنحددها، بتتميز بوجود كائنات، يا اما كائنات، ان الكائنات دي بتكون فيها نباتات او حيوانات او اسماك. الكائنات او الحيوانات او الاسماك دي ليها قيمه ثقافيه او علميه ورايحه في طريقها للانقراض، يعني قربت تنتهي من الطبيعه. طيب عشان كده احنا بنستخدم او بنعمل لها مكان يحميها، نوفر لها كل الاساليب الممكنه فيها علشان نحميها من الانقراض. طب اهدافها ايه؟ اهو: صون وحمايه الحياه النباتيه والحيوانيه من الانقراض، حمايه التكوينات الجيولوجيه زي الغابه المتحجره والحفريات من الانقراض، تشجيع برامج البحث العلمي. دي مناطق مهمه جدا يا اولاد للبحث